السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض ملحق المعاصر صفحة 82 و83 و84 و85 سيمبل تيست رقم 1 ورقم 2. الاختبار الأول والثاني طبعا اختبارات طلاب الأزهر الشريف. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا نص الاستماع في نهاية الكتاب. بيقول لك هنا listen and choose the correct answer from A B C or D. بيقول لك فاطمة and her family، فاطمة والعائلة بتاعتها لايف ان بيعيشوا فين؟ هتقول له كايرو القاهرة. فاطمة ماذر يعني والدة فاطمة از ا دكتور بتكون طبيبة. طيب بيقول لك هنا شوف طبعا المحادثة الدايلوج هنا بيتكلم عن ايه. اهم حاجة بطل تبص على العنوان ده، العنوان اللي هو الخط اللي بيكون بالاصفر، الخط الاصفر الخط الاسمر التقيل ده هو اللي بيوضح لك المحادثه بتتكلم عن ايه. بيقول لك هنا ريهام ميتس هير نيو نايت بور داليا. ريهام بتقابل جارتها الجديده داليا. طيب هتقول لها هنا واتس يور نيم، اسمك ايه؟ قالت لها ماي نيم، دي حرف الان حبايبي، ماي نيم، ماي نيم از داليا، انا اسمي داليا. قالت لها ايه؟ قالت لها هو دو يو لايف ويز، انت بتعيشي مع مين؟ قالت لها اي لايف ويز ماي ايه بيرن، يعني انا بعيش مع والدي. قالت لها ار يو ا ستودنت، هل انت طالبه؟ قالت لها يس اي ام ستودنت، ايوه انا طالبه. طيب في اللي تشوز هنا بيقول لك when you لما انت هتقول له encourage، عندما انت بتشجع someone، لما بتشجع شخص ما you give him confidence، انت بتعطيه وبتديله ثقة. I didn't accept my brothers coming he came، هتقول له suddenly. معناه ايه؟ هتقول له انا طبعا ما كنتش متوقع مجيء اخويا، هي كام هو اتى، suddenly يعني فجأة. حنا صفحة 82 يا شباب. نيجي بقى لصفحة 83. بيقول لك هنا I was، هتقول له fascinated، انا كنت منبهر by the party، بالحفلة. it was great يعني انها كانت عظيمة. طب هو بيقول لك انها كانت عظيمة وكانت حلوة، يعني اكيد هو كان منبهر يعني. انما هنا disappoint يعني محبط، repaired يعني الحفلة تم اصلاحها، لا طبعا sad يعني سيء، فاكيد طبعا هتبقى fascinated. طيب هنا بيقول لك احمد was، هتقول له cleaning the room، احمد كان بينظف الغرفة. when his friend called me، لما اصدقائه اتصلوا بيه، لما صديقه اتصل بيه. بيقول لك هنا I will help you، انا هساعدك carry this heavy box، في طبعا حمل هذه الصناديق الثقيلة. read and طبعا choose هنا بيقول لك هنا answer the following question، جاوب على الأسئلة. بيقول لك هنا بعد قراءة النص بيقول لك هنا give a suitable title for the passage، بيقول لك حط عنوان مناسب للفقرة. هتقول له snakes healthy and، ممكن تكتب snakes بس لوحدها، وممكن تكتب healthy and unhealthy snakes. طيب هنا هتقول له what do you think about snakes، انت بتعتقد ايه على السناكس؟ هتقول له I think crisps are bad snack، يعني الكريسبات المقرمشات بتكون اكثر حاجة سيئة في السناكس. طب بيقول لك هنا how much fruit should you have daily، كم عدد الفاكهة اللي انت المفروض ان انت تتناولها يوميا؟ هتقول له هنا you should eat between 2 and 4 pieces a day، يعني يجب عليك ان انت تاكل ما بين 2 الى 4 قطع. طبعا هي موجودة في القطع بس انا ما حددتش وكتبتها لك هنا. طيب في اللي تشوز يا بطل بيقول لك هنا the underlined word، كلمة delicious means delicious يعني لذيذ، معناها ايه؟ tasty يعني ايه؟ حلو المذاق. طيب هنا بيقول لك the underlined pronoun، الكلمة تحتها خط كلمة them refer to بتشير لايه؟ هتقول له beans and vegetables، للفول طبعا والخضروات. طيب هنا بيقول لك read and correct the word، صح الكلمات اللي هنا اللي تحتها خط. بيقول لك what are you doing now، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هتقول له المفروض تشيل دو تحط doing. if you study hard، لو انت ذاكرت بجد you will succeed، انت هتنجح، انت سوف تنجح، لو انت ذاكرت هتنجح، وهتنجح دي في المستقبل هتحط will. what do you enjoy do on holiday، انت بتعمل ايه عشان تستمتع في الاجازه؟ تقول له doing هنا. this is the boy، ده بيكون الولد، هتقول له whose father، اللي والده is a doctor، بيكون دكتور. هنا بيقول لك اكتب باراجراف من 5 جمل عن your best friend، عن صديقك المفضل طبعا والمقرب ليك. هتقول له علي is my best friend، بيكون صديقه المفضل. he is kind، وبيكون عطوف and friendly، وبيكون ودود. we study، احنا بنذاكر together سويا. I go to school with him، انا بروح المدرسة معاه. علي lives with his family، علي بيعيش مع عائلته. هنا بطل الاختبار التاني طبعا بعد نص الاستماع بيقول لك listen and choose the correct answer. بيقول لك هنا أشرف goes to school، بيذهب للمدرسة with his with his friend، مع صديقه. أشرف's mother يعني والدة أشرف is a nurse، بتكون ممرضة.
كمل المحادثة. عندك هنا المحادثة بتتكلم عن تامر تيلس نادر، تامر بيخبر نادر about his last holiday، عن اجازته طبعا الصيفية، عن اجازته الماضية. طب تعال نشوف هنا، بيقول له هنا where did you go last في holiday، انت رحت فين الاجازة الماضية؟ قال له I went to Alexandria، انا رحت اسكندرية. قال له where did you stay، انت قعدت فين؟ قال له I stayed in my uncle's flat، شقة عمي. قال له هنا how did you travel، انت سافرت ازاي؟ قال له I travel by مثلا train باص بلين اي حاجة. طيب هنا بيقول لك في اللي تشوز you don't need، انت مش محتاج ان انت تبط ان انت تضع، هتقول له فول in an electric car، طبعا مش محتاج ان انت تحط وقود طبعا في السيارات الكهربائية. انا صفحة 84 صفحة 85 يا حبايبي. بيقول لك هنا to bother عشان تضايق someone شخص ما is to make him feel angry، يعني تكلمه بغضب. طيب can you describe your city، ممكن توصف لي المدينة بتاعتك؟ قال له it's beautiful، إنها جميلة. this is the time، ده بيكون الوقت when، عندما we go to Alexandria، بنسافر في اسكندرية. if you sleep، لو انت نمت early مبكرا you will get up early، انت تستيقظ مبكرا، لو نمت بدري هتصحى بدري. طيب read the following ثم طبعا answer the question. هو اول حاجة هنا بيقول لك what is the main idea of the passage، القطعة بتتكلم عن ايه او الفكرة الرئيسية للقطعة؟ تقول له the river Nile، اللي هو نهر النيل. why should bad people، ليه يجب على الناس السيئين be punished، ان هم يتعاقبوا؟ عندك رقم 2 في القطعة يا حبايبي، هتقول له bad people throw rubbish، لانهم بيرموا القمامة and dead animal، والحيوانات الميتة in the Nile، في النيل. هنا بيقول لك طبعا هنا هنا خطأ، المفروض ما يقولش why، هنا تقول لك do you think، انت بتعتقد ان the Nile is important، لان النيل مهم. هترد بقى تقول له يس او نو، وهواي هتقول له سبب ايه. انا هقول له يس اي ثينك، ايوه انا بعتقد، والاجابه بتاعته هنا تكمله السؤال الثالث هتقول له لان بعض الناس some use it بيستخدموه catch fish في اصطياد الاسماك، و other use it travel in small boats، والاخرين طبعا بيستخدموه في في رحلات القارب الصغيره. وطبعا most important things، وان اكتر حاجه مهمه is that we use the Nile for irrigating our land. طيب هنا يا بطل في اللي تشوز underlined pronoun، الكلمة تحت خط كلمة it refer to، بتشيل ايه؟ هتقول له the Nile، النيل. هنا هتقول له rubbish معناها litter، يعني قمامة. طيب هنا التصحيح بيقول لك summer don't get up early every day، summer مش بتقوم بدري مبكرا كل يوم، هتقول له doesn't، هنا هتقول له doesn't summer doesn't. هنا I visit Alexandria on، هتقول له in June. طبعا هنا حنا صفحة 85 صفحة 86. she is a girl، دي بتكون البنت، هتقول له هو help، اللي ساعدتني، ساعدت ايه؟ هير ماذر، هيلبس هير ماذر، اللي ساعدت مامتها. هي usually، هو عادة، هتقول له plays، بيلعب تنس on Friday، في يوم الجمعة. اكتب باراجراف من 5 جمل عن spending your free time، ازاي بتقضي وقت فراغك. هتقول له I spend my free time in reading، انا بقضي وقت فراغي في القراءة. I like reading، انا بحب القراءة. It's my favorite hobby، بتكون دي الهواية المفضلة عندي. I like to read books، انا بحب ان انا اقرا الكتب. they are good، بتكون طبعا مفيده. بكده يا بطل نكون وصلنا لنهايه الفيديو، حلينا الاختبار الاول والثاني من اختبارات الازهر، ملحق المعاصر انجليزي اولى اعدادي. ربنا ينجحكم جميعا يا رب، بالتوفيق والنجاح. مع السلامه يا شباب. حطوا لنا اكبر عدد من اللايكات، اكون متشكره جدا ليكم عشان خاطر الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد من اصدقائكم وزمايلكم. واستنوني طبعا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اخر فيديو خلاص بقى انا حليته لكم، هنزله لكم على القناه. مع السلامه حبايبي.